هنا واحنا بنجيب طلبات الشهر هاتيلي ال3 قطعيات دول وتعالي اوريكي ازاي توضبيها وتعملي منها احلى قطعيات وتتبيله حلوه وتحضيرات لرمضان. اول حاجه الصدور المخليه، هتاخدي منها الحته التندر اللي بتبقى في الصدر من تحت، جمعيهم كلهم واعملي لهم احلى تتبيله للستريبس. لبن رايب، توم مهروس، عصير ليمون، البهارات مكتوبه تحت الفيديو، غرقيها في التتبيله وسيبيها على جنب. تجيبي بقى الصدور وكل صدر من دول بسكينة حامية كده تضغطي بإيدك وتقطعيها على 3. بيطلع سمك البانيه حلو قوي وبيستوي كويس وفي نفس الوقت بيفضل طري من جوه مش بينشف في القلي. لو تقطع منك كام حتة كده تاخديهم وتروحي مقطعاهم قطع عشوائية وتعملي منها فاهيتا. تقطعي معاها بقى فلفل ألوان، بصل أبيض وأحمر، وللتتبيلة هتستخدمي زيت زيتون، توم مهروس، عصير ليمون، بابريكا مدخنة، بصل بودرة، وكمان ملح وفلفل وكمون. قلبي كويس وبرضو سيبيها على جنب. للبانيه هكتب لكم التتبيلة بالتفصيل تحت الفيديو عشان عملناها كتير مع بعض قبل كده. أهم حاجة كل التتبيلات دي تقعد في التلاجة 24 ساعة قبل ما تفرزنيها عشان تاخد الطعم المظبوط. لتغليف البانيه بنحتاج بقسماط ناعم مش خشن يا جماعة. البانيه طول عمرنا بنعمله بالبقسماط الناعم وبيطلع خطير، معاه معلقة كبيرة من الدقيق وكمان ملح وفلفل، والسمسم بيديه قرمشة ولون خطير. وللستريبس دايما تستخدموا البانكو اللي هو البقسماط الخشن مع ملح وفلفل وبس. التتبيلات اللي عملناها سائلة بما فيه الكفاية تخلي البانكو والبقسماط يمسك عليهم كويس قوي من بره. انا بفرزنهم على صواني وبينهم ورق زبدة وبعد كده بقسمهم حسب ما بحتاج الكميات. استنوا بارت 2 عشان تشوفوا بقية تحضيرات وتتبيلات رمضان وبقية القطعيات وبس كده.